عاوز تخسر اخوك والد امك وابوك، وتقول لمرتي هبعت لكم نصيبكم. هو الاخ لما يقولك ده لاخوه يبقى ساب ايه للغريب؟ مش عمايل دي يا ولد ابوي. ارجع لنفسك وفوق عقلك وما تقولهاش الكلمه دي تاني لاخوك. حقك عليه ود ابوي، وانا رجعت نفسي لقيت نفسي غلطان. انا مشيت ورا دماغ مرتي عشان خاطر وسيط ابوك. حقك علي. وانا مش زعلان منك يا ولد ابوي، حصل خير. بس انا زعلت منك من حاجه واحده، كلمه نعزله. ازاي تعزل من اخوك بس؟ ياخد اخوك سندك واحنا طول العمر مع بعض، تيجي دلوقتي نتفرقوا عشان خاطر مرتك؟ ولا كان مرتي الحريم يا ولد ابوي في منهم الصالحه اللي هتعمر البيت وتهدي الاخوات على بعضيه، وفي منهم اول ما يخش البيت يخربوا. فاحنا يا ولد ابوي ما نسمعوش، والمفروض يعني يتعاملوا هم بالحسنى برضه، ويبقوا كويسين مع بعض ويتفاهموا مع بعض. ومهما كان احنا ما كترناش على بعض، ده اخوات والاخ سند. حقك عليه ود ابوي، وانا غلطان ليك وادي راسك ابوسي، ومرتي انا هطير وراها من البيت. لا لا لا، ما تخربش بيتك يا ولد ابوي، ما تطيرش ورا مرتك، بس تعجلي وقول لها ان احنا اخوات وما ينفعش نتفرق يا ولد ابوي. وبعدين يعني احنا طول عمرنا خالطين مع بعض وفي بيت واحد وهناكل ونشرب، هنيجي دلوقتي نتفرقوا؟ ما ينفعش. عمرنا ما نتفرق يا ود ابوي وحقك علي. عمرنا ما نتفرق يا ود ابوي وحقك علي. وبعدين واجب على السلايف يا ولد ابوي في اي بيت عيله يتعاملوا كانهم اخوات مع بعض، ويقضوا طلبات البيت مع بعض من غير عند. هو العند ده يا ولد ابوي اللي هيخرب البيوت. فالمفروض يتعاملوا مع بعض بالحسن وما يعندوش في بعض، سواء مرتك ولا مرتك، هما الاثنين يكونوا متعاملين بالحب وبالرضا، عشان خاطر العند هيخرب البيوت. والعزلانية ما ينفعش نعزلوا من بعض زي ما قلت لك. هم هيتصالحوا مع بعض دلوقتي. ويا ست احنا طول عمرنا اخوات، وانا كمان هصالحك واحب على راسك، ما تزعليش مني. انا برضو المفروض كنت اقدرك واقدر تعبك، بس برضو يعني انت تعالي شوية كده وسنديني ونعمل كل حاجة سوا. ولما تكوني